في فيديو النهارده قررنا نعمل تحدي من النار. التحدي عبارة عن لو اخترت الورقة الخطأ يبقى وقعت في كارثة كبيرة جدا. ومين فينا سعيد الحظ اللي كسب التحدي بتاع النهارده، ومين فينا سيء الحظ اللي اتعاقب عقاب من النار. عشان تعرفوا ايه اللي حصل في الفيديو اتفرجوا عليه للآخر. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنبدا التحدي الجامد في الفيديو بتاع النهارده. طب ايه هو مضمون التحدي؟ عباره عن بدون ايد وايد وايدين. طب ايه معنى الكلام اللي انا قلته ده يا جماعه؟ من المفترض ان احنا هيبقى معانا علبه فيها 3 ورقات، وكل ورقه مكتوب فيها كلمه معينه. اللي هيطلع له بدون يا جماعه يبقى هياكل من غير ما يستخدم ايده، هينزل له منتج وهيخلصه من غير ما يستخدم ايده. واللي هيطلع له ايد هيخلصه بايد واحده، يعني يستخدم ايده كامله عشان يخلص المنتج اللي هينزل. وهيبقى في وقت معين يا جماعه يخلص المنتج في الوقت ده، تمام؟ هيبقى في 3 ورقه يا جماعه برده موجوده اللي هو ايدين. قلت لك ايدين يبقى لازم تستخدم الايدين بتوعك وتخلص المنتج اللي هينزل لك. وقبل ما نقول لكم يا جماعه ونبدا التحدي لازم تشوفوا مين اللي معانا في الفيديو بتاع النهارده، واكيد كلكم عارفين احنا معانا مين. معانا اول واحد في الفيديو بتاع النهارده المحبوب نجم اليوتيوب اسماعيل اخويا. احلى مسا عليكم. التحدي ده ليه مش لاقي حد؟ دلوقتي يا جماعه المفروض ان اول واحد اسماعيل، ثاني واحد احمد مانو. احلى عالم العالم انتوا اخوات. دلوقتي يا جماعه المفروض ان انتوا زي ما انتوا عرفتوا هو مضمون التحدي وعرفتوا مين اللي معانا في التحدي. الدور الباقي بقى يلا بينا نخش على الفيديو. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا بدانا التحدي، والمفروض ان اول جوله هتبقى اندومي زي ما انتوا شايفين. كل واحد ليه طبق فيه 3 ورقات في البوله ديت. هيبقى نهار اسود اللي هيجيله من غير ايد خالص. هياكل ببقه عامل شبه المفاجيع. هياكل ببقه. احنا مش عارف نجيب 3 معالق ليه، بس مش مشكله عشان لو الاحتياط بس، تمام؟ سيبها زي ما هي. ودلوقتي المفروض ان في 3 ورقات، وقسما بالله ما حد يعرف انهي اللي فيها ايد وانهي اللي ما فيهاش ايد وانهي اللي فيها ايدين. قسما بالله انا ما اعرف اي حاجه. المصور مروان اللي جهز كل حاجه بايده، هو اللي كتب وهو اللي عملها كده وهو اللي حطها في العلبه، تمام؟ دلوقتي هنبدا بقى زي ما انتم شايفين نرجعها قدامكم كمان. المصور مروان هو اللي عمل كل حاجه. هو بيعيد على الكلام اللي طب هم عارفين بيعيد على الكلام اللي ماشي عشان بس زياده تاكيد باكد لكم بس يا جماعه. والله ما حد ضيع. دلوقتي المفروض ان انا اخد ورقه. بص اهو اخد ورقه عشوائي. ايديه يا ده حظك حلو. قدامكم اهو يا جماعه. ايد واحده اسماعيل من غير ايد. زي ما انتم شايفين يا جماعه. والله ايده رحمه النبي ايد. هم فاهمين وانا ايدين كويس. هاتوا بقى كده. مروان هيبقى يظبطها تاني، تمام؟ يلا يا اسماعيل نبدا. كل واحد يا جماعه هات الستوب واتش يا مروان. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنبدا التايمر واحنا زي ما انتم شايفين اهو. دقيقه واحده او دقيقتين بالكتير. احنا ما لسه ايدك بقى وراك. ايدك وراك. احنا لسه ما بدأناش يا جماعه. دلوقتي المفروض ان انا هبدا الايدين. ستوب واتش 3 2 اكشن. ابدا. مش قادر. الوش جاب جاهز. بس ارمي. الدقيقة خلصت. دقيقة و8 ثواني. دقيقة و8 ثواني قدامك اهو. نشوف مين اللي كتب اكتر واحد. ذمتك مين اللي اكتر؟ اسماعيل هو اللي هيتعاقب. ماشي انا مش بقول اللي اتعاقب دلوقتي، انا بقول اللي كسب في اول جوله. ما انتش قادر يا جماعه. بصوا هيئات وش اسماعيل خطر بايدي واسناني. ما كنت باكل بايد واحده، ما استخدمش الايد الثانيه برضه. دلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو ده اللي فاضل من طبقي وده اللي فاضل من طبق احمد. كده 1 ليا 0 لاحمد 0 لاسماعيل. ودلوقتي المفروض ان احنا هنخش على الجوله الثانيه. يلا بينا. دلوقتي يا جماعه المفروض ان اول جوله خلصت بفضل الله وانا بقي مولع. شفايفه يا جماعه. والله مش حاسس بشفايفه يا جماعه وربنا. بصوا اسماعيل كان بيدفس وشه كله. ده حظه يا جماعه في اول، بس ان شاء الله ربنا يعوضه. دلوقتي المفروض ان احنا هنبدا على الجوله الثانيه، وثاني جوله المفروض ان هي هتبقى شيبسي. احنا يا جماعه طبعا جايبين نوع مش مقاطعه. بيج شيبس اصل الشيبس. اصل الشيبس في مصر، تمام؟ ده مش اعلان قسما بالله ولا اي منتج في الفيديو اعلان، تمام؟ دلوقتي المفروض ان احنا هنبدا في الجوله الثانيه. ان احنا هنبدا الاول بالجوله. نرجعها قدامكم يا جماعه. وقسما بالله مروان برضو جاب ورق جديد وكتب عليه. اختار لك ورقه. ايدين غالي. والله ما علمنا حاجه. اهو اديله
واحده بدماغك يا الفرده. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنبدا الستوب واتش قدامك اهو، ايدك ورا وانا ايد واحده بس، ان انت هتفتح الشيبسي ولو عشان الكيس الشيبسي 3 دقايق. لا مش 3 دقايق، دقيقه ونص. المفروض يا جماعه ان التحدي عشان الكيس الشيبسي كبير هنخلي دقيقه ونص مش دقيقه، تمام؟ دلوقتي المفروض ان احنا هنبدا الستوب واتش. يلا 1 2 3. ممكن اساعد يا جماعه؟ افتحولي خالص. مش عارف. الله. تعال بس كده يا جماعه، شدوا على جنب كده. وانت ايه؟ هنفضي قدامكم يا جماعه. شيل التاب ده من هنا. انا اكتر واحد يا جماعه. فضي. يا جماعه بصوا كده على بق احمد. يا جماعه بتاعهم، شوفوا بتوعي بقى قدامكم. مين اللي قد مين؟ مين اللي اكتر؟ مين اللي اكتر يا مروان؟ بصراحه محمد. يعني مين اللي يكسب؟ مين اللي اكتر من مين؟ يعني مين اللي يكسب؟ انا اللي اكسب برأي الاغلبيه. مين اللي يكسب؟ بصراحه محمد. اهو قدامكم يا جماعه. دلوقتي يا جماعه المفروض ان الجوله دي هتتحسبت لي براي الاغلبيه 2-0 ليا 0 لاسماعيل. دلوقتي المفروض ان احنا هنخش على ثالث جوله واخر جوله. المفروض ان احنا هنرتب بقى على بقنا في الجوله دي وعشان ما تقعدش عليكم في الكلام. يلا بينا نخش على الجوله الثانيه. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنخش على ثالث جوله في الفيديو بتاع النهارده. وعايز اقول لكم حاجه قبل ما نبدا ثالث جوله. المفروض يا جماعه ان احنا كنا بناكل شبه الحلاليف بمعنى اصح. عارفين ليه؟ احنا لينا وقت معين نخلص فيه المنتج اللي نازل لنا، فعشان كده احنا كنا بناكل بحلاليف بحلوفيه. انما لو ما فيش وقت كنا هناكل زي الناس الطبيعيه عادي، تمام؟ فدلوقتي المفروض ان احنا هنبدا على اخر جوله. كل واحد فعلا برضه عايز يكسب. كل واحد فعلا عايز يكسب عشان في جايزه للكسبان وفي عقاب للخسران. ارمي شنطه. في قرن شطه للخسران هياكل حته منه مش شرط كله. وفي جايزه للكسبان مبلغ مالي، تمام؟ محدش يعرف كام. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنبدا دلوقتي ثالث جوله. دلوقتي المفروض ان احنا بنرد اهو البتاع. والنبي يا رب ما يطلع لي مفيش ايد. حتى انا الورقه دي ايد واحده الحمد لله. ايد محمد ايديه بدون ايديه. الله اكبر. الزد واجب. دلوقتي يا جماعه الورق ده مش هنحتاجه تاني خلاص. ده اخر جوله. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا دي اخر جوله في دقيقه ونص برضو للي هيخلص المنتج. يعني دقيقه ونص تخلص فيهم المنتج، تمام؟ يلا 3 2. ما بدأش انت خلصتها كلها. ما جبتش والله لسه من ما لحمه. بدأش يا جماعه والله لسه. طب يلا ابدا. انا ساعدتك، يعني انا ساعدت اسماعيل في الجوله بتاعته. خلصتوا كده خلاص يا عم خلاص. خسرت. ده خلصوها في اقل لسه 20 ثانيه يا جماعه ولسه ما عملتش اي حاجه. فدلوقتي لسه الجوله شغاله. ساعدني بسرعه عشان اكسب يا جماعه. هو المفروض ان في دقيقه ونص في التحدي، ممكن اخلصها برضه. دلوقتي يا جماعه المفروض ان التحدي خلص والمفروض ان احنا وقفنا بسبب ان كان وش بقنا وما ينفعش اصلا ان احنا نكمل معاكم في الفيديو بالمنظر ده، تمام؟ دلوقتي المفروض ان انا كسبت التحدي 2 ليا واللي كسب الجوله بتاعت الشوكولاته احمد اللي هي البسكوت. احمد يبقى كده 1 ليك 0 لاسماعيل بالصلاه على النبي. مع انك طلع لك ايدين وما اعرفش ما كسبتش ازاي. بني هتاخد بقى بني.
انا اللي هاخد الجايزه يا جماعه اللي هي الفلوس. انا كده كده اصلا كنت يعني دي الفلوس معايا، كنت هديها لواحد فيهم بس خلاص بقى سيبها معايا. يا جماعه المشطه بصوا من بقى من الكاميرا. لا تعالى هنا تعالى هنا. هو المفروض اصلا يا جماعه ياكل الحته دي كلها بس احنا هناكله حته. خد اي قطمه وخلاص. ما مش حار مش حار. ايه يلا بالسلامه. حر يا ابني ولا ايه الدنيا؟ حر. والله يا جماعه ريحته اقسم بالله ريحته بتقول ان هو حر. طب لو انت جدع وسيد الرجاله تاكل ده مش حر. مش انت بتقول ان هو مش حر كله؟ لا مش خلاص اسكت بقى كده يا جماعه. المفروض ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو او عجبكم النوعيات دي من الفيديو اكتبوا لنا تحت في الكومنتات ووصلوا الفيديو ده ل 1000 لايك وانتوا قدها والله يا جماعه وانا عارف. واي فكره فيديو عندكم نفسكم ان احنا نعملها اكتبوها لنا تحت في الكومنتات ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.